حل مشكله تضييع الوقت. ليه بنضيع وقت؟ مشكله تضييع الوقت في الجيل اللي احنا موجودين فيه او في العصر اللي احنا موجودين فيه بيجي معضله، بيجي حاجه كبيره جدا وحاجه صعبه جدا. احنا وقتنا بيضيع بصوره كبيره جدا وبكذا طريقه للامانه. بس في الفيديو بتاع النهارده مش هنتكلم عن موضوع السوشيال ميديا او مش هنتكلم عن موضوع الماتيريال بتاع التليفون اللي هو ازاي بيضيع وقتنا، لان انا اوريدي اتكلمت في البوينت دي في فيديو قبل كده، هسيبه لك في الاي اللي هنا او في الديسكريبشن، هتتفرج عليه وهيقول لك ازاي بتضيع وقتك على التليفون وطريقه الحل من انك تنقذ نفسك من التليفون ومن السوشيال ميديا عموما. هسيب لك ان شاء الله 2 فيديوز تحت في الديسكريبشن وهيظهروا لك هنا او هنا. ولكن في الفيديو بتاع النهارده انا عايز اكلمك على هنا تفكيرك، ازاي تفكيرك بيضيع حياتك وازاي تفكيرك بيضيع وقتك، ايه الاسباب او ايه الكم سبب اللي بتفكر فيهم كل يوم وكل لما تقعد فاضي بيضيعوا منك الوقت بتاعك. وبرضه الشويه اللي هنتكلم عليهم النهارده دول تقريبا بيضيعوا لك حياتك، لان هنتكلم في كم شعور او كم فيلينجز كده انت بتحس بيهم. نتناقش في كل المواضيع دي في الفيديو بتاع النهارده. عايزين بقى ندخل في اول سبب اللي هو بيضيع الوقت بتاعنا، او لمجرد ان احنا بنحس ان احنا فاضيين بتحصل الحاجه دي فبالتالي بتضيع الوقت بتاعنا. والوقت اهم واغلى قيمه في العصر اللي احنا موجودين فيه. اقولها تاني، الوقت اغلى واهم واقوى قيمه موجوده حاليا. تقريبا هي الحاجه اللي انت قادر تملكها النهارده واللي هي في ايدك حاليا. لو انت عايز تغير المستقبل بتاعك او لو انت ساخط على الحاضر بتاعك، كل الكلام ده هيتغير بانك تملك الوقت بتاعك وتبقى انت اللي مسؤول عن الوقت بتاعك. ما تخليش الوقت يضيع وخلاص. هبسطها لك، لو انت بتتمنى انه يبقى ليك مستقبل افضل او انك تعيش حياه افضل من اللي انت عايش فيها دي، الوقت اللي انت موجود فيه حاليا هو افضل استثمار تقدر تستثمر. استثمر في الوقت اللي موجود حاليا. الوقت اللي في ايدك حاليا هو الوسيله اللي لو استثمرتها وعملت اقصى ما عندك فيها حاليا هي اللي هتوصلك للحلم بتاعك وللهدف بتاعك وهي العيشه اللي انت عايز تعيشها او اي هدف ثاني. موضوع الوقت مهم جدا بس انا مش عايز اتطرق ليه، لان لو تطرقت ليه مش هيكفينا 3 4 فيديوهات. ولكن زي ما قلت لك الوقت افضل واقوى وسيله معاك حاليا وتقدر تملكها. ندخل في اول سبب بيضيع مننا الوقت او بيخلينا مش بنكنترول على الوقت بتاعنا او مش بنسيطر على الوقت بتاعنا. اول سبب وهو الاوفر ثينكينج او التفكير الزياده جدا. طيب ما هو الاوفر ثينكينج؟ الاوفر ثينكينج ببساطه يا صديقي وهو انك بتفكر زياده عن اللازم. يعني كلنا بنفكر والحمد لله، اللي بيفرقنا عن الحيوانات او عن اي حاجه ثانيه العقل، كلنا بنفكر. ولكن لو التفكير ده زاد في حاجات سوداويه هيقلب حياتك لجحيم. ومشكله كبيره جدا ان معظم الحاجات اللي انت بتفكر فيها او الحاجات السوداويه اللي انت بتفكر فيها غالبا ما بتحصلش. انت بتدي دراما او بتدي اوفر للموضوع ده، ولكن هي في العموم ما بتحصلش. من الحاجات اللي ممكن تفكر فيها او اللي بتوفر ثينك معاك، تفكر مثلا قبل ما تنام ان انت مثلا لو ما نجحتش هتعمل ايه، لو ما عدتش مثلا الثانويه العامه وجبت المجموع اللي نفسك تجيبه هتعمل ايه، وتحس ان العالم ضلمه وان الحياه هتنتهي لو حصلت الحاجه دي. الموضوع صعب وعن تجربتي مع الاوفر ثينكينج. انا بصراحه قعدت مع الاوفر ثينكينج ميبي ممكن شهر شهرين. والله انا كنت اقعد لدرجه ان انا ممكن اقعد بالثلاث ايام ما انام، اقعد 3 ايام حرفيا ما ادوقش النوم الا ساعه او ساعتين كده، ولكن قبل ما انام ما يجيليش نوم خالص. كنت افكر في حاجات كثيره جدا وافكر في حاجات الواحد لما كبر مثلا او لما عدت مرحله التفكير ده، يعني الحمد لله تقريبا 99% من الحاجات دي ما حصلتش. انا كنت مدي للموضوع اكبر من حجمه. طيب دقيقه، ولكن ايه حل الاوفر ثينكينج؟ بسيط جدا جدا. الاكشن، الفعل، انك تاخد فعل، انك تاخد خطوه ببساطه شديده. انت بتوفر ثينك ليه؟ بتقول مثلا لو مثلا ما نجحتش هيحصل كذا، لو مثلا ما اتعلمتش الحاجه دي هيحصل كذا. طب ايه اللي يهدم الحاجات دي او ايه اللي يقدر الحاجات دي؟ انك تاخد خطوه. مثلا لو بتفكر كتير في انك ما نجحتش او انك خايف انك ما تنجحش، ذاكر. موضوع بسيط، الموضوع قد يبدو ان هو معقد ولكن بسيط. انت لو ذكرت التفكير بتاع انك ما هتنجحش او الاوفر ثينكينج اللي انت بتفكر فيه قبل ما تنام في انك ما هتنجحش اوريدي هيقل، لان انت اوريدي بتذاكر. انت بتذاكر كتر التفكير اكيد هيقل، لان انت بتاخد اكشن للتفكير ده بيهدم. وقيس بقى الموضوع ده على اي حاجه، على اي حاجه انت بتوفر ثينك عليها. الحل بسيط جدا، هو انك تاخد اكشن، انك تاخد خطوه ناحيه الحاجه دي. خدت خطوه اوعدك ان الخوف هيقل تماما كمان وممكن يروح مع الوقت. ثاني سبب بيضيع مننا الوقت وهو الاهتمام بالناس او الاهتمام بكلام الناس. خليني بس في البدايه اقول لك ان كلام الناس مش مهم. لو انت بتعمل حاجه صح مالكش دعوه بالناس خالص وفكك من الناس اطلاقا. لو انت بتعمل حاجه صح، يعني ما تقوليش معلش ان انت هتروح تعمل حاجه حرام وحاجه مش مباحه اساسا او اللي هي المجتمع كله عارف ان هي حاجه حرام روح تعملها وتقول ان انا يا عم مش هفكر في الناس وملعون ابو الناس والكلام ده. لا، انا بقول لك من البدايه الحاجه لازم تبقى صح. لو الحاجه صح وترضي ربنا دوس فيها ومالكش دعوه بكلام الناس اطلاقا، لاني والله صديقي الناس هتتكلم على كل حاجه. لو عملت الحاجه اللي نفسك فيها واللي انت خايف من كلام الناس انك تعملها هيتكلموا، وبرضه لو ما عملتهاش وخفت من الناس برضه هيتكلموا. في كلا الحالات هيتكلموا. فكك من الناس واعملها. تجربتي مع موضوع الناس ده، انا تقريبا من سنه ونص بدات صناعه المحتوى. بدات ان انا انزل فيديوز. في البدايه كنت انزل شورت فيديوز اللي هو على التيك توك وكواي والحاجات دي، ولكن اخر شهرين الحمد لله بدات في يوتيوب، رغم اني والله من البدايه انا حلمي كان يوتيوب. بس الحمد لله ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. تخيل بقى انا لو في الفتره دي فكرت في كلام الناس والناس هتقول عليا ايه وهيبقى منظري ازاي قدام الناس، هيبقى منظري ازاي قدام صحابي، انا ما كنتش هبدا. والحمد لله معلومه، انا والله في الموضوع بتاع السوشيال ميديا او موضوع الفيديوز ده ميبي انا ما فكرتش في الناس اطلاقا. يعني انا الحمد لله اخذت القرار. انا من بدري كنت عايز اخذ القرار، ولكن اليوم اللي انا اخذت القرار ان انا اعمل فيديوز بصراحه رحت كلمت حد بحبه جدا قلت له انا هبدا فيديوز، قال لي ابدا. اخر النهار انا عملت فيديو ونزل. بس انا عايز اقول لك انك فكك من الناس، لان اولا زي ما قلت لك كلام الناس مش هيخلص. عملت الحاجه هيتكلموا، ما عملتهاش برضه هيتكلموا. ثانيا انت لو عملتش الحاجه دي بعد فتره او بعد سنه هتندم انك ما عملتهاش، وبرضه هتلوم نفسك ان انت كنت خايف انك تاخد بكلام الناس. فكك بقى من نقطه الناس دي خالص وابدا في الحاجه دي وربنا يوفقك.
ثالث سبب من الاسباب اللي بتضيع وقتنا او اللي هي بتستنزف وقتنا هي الكره والحقد، كرهك لحد او حقدك على حد. خليني اقول لك جمله بسيطه جدا، والله يا صديقي كميه الطاقه والوقت اللي انت بتضيعه في انك تحقد على حد او انك تكره حد، والله لو استثمرت الوقت ده لنفسك واشتغلت على نفسك هتحصل حاجه من الاثنين. اولا هتنسى صاحبك ده او هتنسى كميه الحقد والكره اللي انت كنت شايلها له، بل على العكس انت ممكن تحبه، انت ممكن تحب الشخص ده وبالتالي هتحب نفسك. ثاني حاجه كميه الوقت المهدر في انك تكره شخص او انك تحقد على شخص، لو استثمرته وخليت بالك من نفسك وحبيت نفسك وتقبلت نفسك هتكسب كتير جدا. وزي ما قلت لك والله لو تقبلت نفسك وحبيت نفسك الشخص اللي انت بتكرهه ده هتحبه، بالعكس ده انت ممكن كمان تتعلم منه. ده هيحصل في حاله انك تتقبل نفسك وانك تحب نفسك. زائد برضه ان موضوع الحقد والكره ده بصراحه بيخلي عندك فيه حته سوداء في قلبك، بيخلي قلبك مش عايز اقول اسود لان كلمه اسود دي كبيره، ولكن بيخلي فيه حته ضغينه او حته حقد كده وكره في قلبك، وده بيخليك اسود او بتحس انك متضايق وقرفان من نفسك. فزي ما قلت لك بدل من انك تحقد على شخص او انك تكره شخص، لا شوف نفسك، تقبل نفسك، حب نفسك وبالتالي هتحب الشخص ده. رابع سبب وتقريبا السبب ده اهم سبب احنا هنتكلم عليه النهارده هو المقارنه. خلينا بس في البدايه نقول ان المقارنه دي سلاح ذو حدين، يعني ممكن المقارنه تخليك شخص افضل بكتير جدا جدا جدا، برضه نفس المقارنه ممكن تخليك شخص مش طايق نفسك او مش طايق العالم اللي انت عايشه. هنبسط الموضوع ده. مبدئيا انا شايف ان في نوعين من المقارنه، مقارنه حلوه وبسمسم ومقارنه وحشه تبقى بايه بشطه بالظبط. ازاي الكلام ده؟ طيب خلينا نشرح واحده واحده. في البدايه بس خلينا نتكلم عن المقارنه الوحشه، المقارنه اللي ممكن تدمرك وممكن تخليك تكره حياتك وتضيع مستقبلك وتضيع وقتك وكل الكلام اللي مش كويس ده. المقارنه الوحشه واللي ممكن تضيعك هي انك تقارن نفسك بحد، اي حد، وغالبا الحد اللي انت بتقارن نفسك بيه ده بيكون حد اعلى منك او انت شايف ان هو احسن منك واعلى منك. طيب مبدئيا بس خلينا نرص الخط ونقول ان مقارنتك باي حد غلط 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 وهتخسرك كتير جدا جدا، لان من البدايه خالص المقارنه نفسها مش عادله. انت بتقارن نفسك بحد بس انت ما تعرفش الشخص ده، ما تعرفش ظروفه، ما تعرفش حياته، ما تعرفش كيانه. ممكن انت في البوينت دي تقول ان انت مش بتسيبه وان انتوا ما بتسيبوش على بعض غير على النوم مثلا لو هو صاحبك. انا عايز اقول لك انك ما تعرفش لما بيروح بيعمل ايه. لو قلت لي مثلا ان انت برضه بتنام معاه او انتوا بتناموا في مكان واحد او في سكن واحد، انت برضه ما تعرفش هنا بيدور ايه. كل حاجه مختلفه، التربيه بتاعتك غير التربيه بتاعته، الظروف بتاعتك غير الظروف بتاعته، العيله اللي هو اتربى فيها او العيله اللي هو نشأ فيها غير العيله اللي انت نشأت فيها، ظروف كتير، حاجات كتيره جدا في فرق. ده كمان لو حضرتك انت بتقارن نفسك بجماعه السوشيال ميديا وجماعه الانستجرام والصور بتاعت الانستجرام والكلام ده، دي حاجه نيله، حاجه غلط جدا جدا. عارف عمر كمال؟ عمر كمال بتاع عود البنات عادي، هو ده عمر كمال. من فتره كان منزل بوست على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بالاخص، بصراحه البوست جميل وجامد جدا جدا جدا. من كتر الجمدان بتاع البوست انا خدته ستيكي نوتس وعلقته على الديسك توب بتاعي او على الاوفيس بتاعي على المكتب بتاعي، بس بصراحه هي اتشالت دلوقتي. البوست كان بيقول ايه؟ كان بيقول لا تقارن بداياتك بمواسم حصاد الاخرين. تاني، لا تقارن بداياتك بمواسم حصاد الاخرين. يا صديقي لو انت بتسمعني في بدايه مثلا صناعتك للمحتوى او في بدايه تعلمك لاي حاجه في العموم، انت في البدايه، انت لسه بتبدا، انت لسه بتاخد اول ستيب، اول سلمه في المجال اللي انت بتتعلم. اوعى تقارن نفسك بواحد ليه سنه، ليه سنتين، ليه ثلاثه، ليه خمسه في المجال اللي انت فيه. مثلا يا عم خد المثال ده علينا، انا مثلا بادئ صناعه المحتوى من فتره قريبه، فمعلش ولكن انا مش عايز اقارن نفسي بناس ليها 10 سنين وممكن 7 سنين في المجال بتاع صناعه المحتوى. انا لو عملت كده انا بتعب نفسي والنفسيه بتاعتي بتبقى وحشه جدا او هتبقى وحشه جدا لو انا عملت كده. المقارنه مش عادله، استحاله تقارن اللي ليه سنه او اللي ليه سنتين في المجال باللي ليه 8 و9 سنين في المجال. فزي ما قلت لك انا لو قارنت نفسي بالشخص ده انا هتعب نفسيا، وانت كذلك في بدايتك في المجال او في بدايتك في اي حاجه اوعى تقارن نفسك بحد ليه فتره كبيره جدا او من يوم ما اتولد وهو شغال في المجال ده، لانك حرفيا هتتعب. وانت في العموم ما تقارنش نفسك خالص، خليك في حالك وقارن نفسك في امبارح، وهي دي المقارنه الحلوه. ندخل بقى على المقارنه الحلوه. المقارنه الحلوه هي انك تقارن نفسك بنفسك، بيك انت، تقارن نفسك بنفسك امبارح، بنفسك الشهر اللي فات، بنفسك السنه اللي فاتت. هل طورت نفسك في حاجه؟ هل تعلمت حاجه جديده؟ هل ضفت حاجه جديده لحياتك، اسلوب جديد لحياتك ولشخصيتك؟ هل كده لما تقعد مع نفسك مثلا وتفتكر ايام زمان مثلا او من سنه او من شهر تقول ياه ده انا كنت اهبل جدا، برضه انا كنت اعمل كده؟ هل مثلا بتقول الكلام ده؟ هل في حياتك كانت في حاجات وحشه انت بطلت انك تعملها وبرضه كانت في حاجات حلوه انت ما كنتش تعملها وعملتها؟ هي دي المقارنه الحقيقيه، هي دي المقارنه اللي بجد واللي تنفع انك تقارن نفسك بيها. يبقى الخلاصه المقارنه الحلوه والمقارنه ان انت لازم تعملها لو حابب انك تقارن نفسك. قارن نفسك بنفسك امبارح والشهر اللي فات والسنه اللي فاتت. لو في تطور او في تقدم في شخصيتك وحياتك واسلوبك كيب جوينج برو وكمل. ولكن لو مفيش تطور وحاسس ان انت نفس الشخص بتاع الشهر اللي فات ونفس الشخص بتاع السنه اللي فاتت، ام سوري يا صديقي، ولكن لازم تاخد ستوب مع نفسك، لازم تقف وقفه مع نفسك، تشوف انت بتعمل ايه لازمتك في الحياه، ايه اللي انت ضفته لحياتك او ايه اللي انت ضفته للدنيا. لو ما ضفتش حاجه لا، فانت توقف وتشوف نفسك انت عايز تعمل ايه، انت نفسك تعمل ايه، نفسك السنه اللي جايه لما يجي الوقت ده هل انت ضفت حاجه جديده لحياتك، هل انت ضفت قيمه لحياتك وحاجه تفتخر انك عملتها ولا لا. لان لما تيجي السنه اللي جايه وتقارن نفسك بنفسك اللي هي السنه دي تقول الحمد لله وتشكر ربنا كتير جدا وتفرح بنفسك وتحب نفسك ان السنه اللي عدت ما عدتش زيها زي اي سنه، بل بالعكس انت اتعلمت فيها وطورت من نفسك وطورت من حياتك. الوقت اللي انت هتقارن نفسك بحد واللي هتتعب فيه نفسيا جدا جدا جدا، استثمر الوقت ده وقارن نفسك بنفسك واشتغل على نفسك لو عايز انك تتقدم وانك تتطور من نفسك.
خامس بوينت بتضيع الوقت بتاعك وبتسرق منك حياتك هي انك تدخل في مناقشات عشان تثبت انك صح. الموضوع ده بصراحه انا شايف ان هو كي جي 1 جدا، او اللي هو اطفالي جدا. ليه يعني لازم تثبت انك صح؟ مش لازم خالص انك تثبت انك صح. طول ما انت عارف نفسك انك صح خلاص، اللي قدامك لو ما اقتنعش بكلامك انك صح فكك منه. يعني فكك منه وش انك هتتعب معاه، وانت يا صديقي مش مضطر خالص تثبت انك صح. عايز اتكلم في ملحوظه بسيطه في البوينت دي. قبل ما تثبت للي قدامك انك صح، هندل اللي قدامك او شوف فكر اللي قدامك، شوف دماغ اللي قدامك بتفكر ازاي. لو اللي قدامك خد وهات وبياخد ويدي في الحديث والنقاش ماشي حلو وبتتبادلوا الاراء وانت بتفهم حاجه وهو بيفهم حاجه، انت بتتعلم حاجه وهو بيتعلم حاجه، ده موضوع انك تثبت انك صح ممكن يتقبله منك. كيب جوينج مع الشخص ده واستمر معاه، وانت هتتعلم وهو هيتعلم والنقاش هيبقى حلو وهيبقى مجزي. ولكن اللي قدامك هو شايف ان هو صح وان هو اجمد حد وان هو ما بيغلطش، فانت لو حاولت انك تثبت للشخص ده انك صح هتتعب، اقسم بالله هتتعب. لا فكك منه، استثمر الوقت اللي انت تقعده مع الشخص اللي زي ده واقعد مع شخص يتقبل ان انت ممكن تكون صح. موضوع انك تهندل اللي قدامك ده بصراحه يعني الحمد لله الحمد لله جدا اللعبه دي والله. تقريبا انك كده خلصت الخمس اسباب اللي هي بتضيع وقتك واللي هي بتضيع منك حياتك. فيديو بسيط، فيديو هادي، فيديو يا رب يكون استفدت. في اخر الفيديو عايز اقول لك انك فكك من اي حد، ما تخليش دماغك تسوح، لا حاول ان انت تكنترول على دماغك وانت تسيطر على دماغك عشان دماغك ما تسوحك. لو حضرتك بتعاني من اي حاجه من الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، حاول انك تطبق الحل اللي انا قلته برده، وان شاء الله يا صديقي هتتعافى جدا ومش هتضيع وقت وهتبقى كومبليت وهتفوق لنفسك وهتفوق لحياتك. انا كده خلصت. في اخر الفيديو عايز اقول لك ربنا يوفقك، ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. Thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي. بس تروق عليا سبسكرايب في القناة وفعل خاصية الجرس. 100 100.